للأسف بعد ما بدأت تسجيل الحلقة دي المغرب وليبيا تعرضوا لكوارث بيئية طبيعية إنسانية غير مسبوقة. المغرب تعرضت لزلزال قوته 6.8 ريختر، وده يعتبر أكبر زلزال في آخر 100 سنة في المغرب. في حوالي 2900 شخص فقدوا حياتهم على الأقل لحد تاريخ تسجيل الحلقة دي، وفي حوالي 5000 شخص فقدوا في منطقة جبال الأطلس. اللي يحب يتبرع لصالح بنك التغذية المغربي هسيب له لينك في الديسكريبشن بتاع الحلقة. كمان الهلال الأحمر المصري منظم حملة للإغاثة، هسيب لكم برضو التفاصيل في الديسكريبشن. ليبيا على الناحية التانية تعرضت لإعصار غير مسبوق في تاريخ منطقتنا. مناطق شرق ليبيا في أحياء كاملة فيها اتغمرت بالمية، مية البحر، مية المطر، مية السيل، لأنه في سدود للأسف انهارت بفعل الإعصار. عدد القتلى بيتوقع أن هو يوصل ل20,000 قتيل، وفي عشرات الآلاف من المفقودين. يقدر أن العدد ممكن يوصل ل100,000 مفقود. الهلال الأحمر المصري بينظم حملة كبيرة للإغاثة في ليبيا. الحملة بتقبل مساعدات عينية ومادية، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن للي يحب يتبرع وطرق التبرع لصالح الهلال الأحمر المصري، وإن شاء الله ما تشوفوا شر. أهلا. بادئا ذي بدء، أنا عايزة أشكر كل اللي سمع الحلقة الأولى من البودكاست. شكرا للتعليقات والاقتراحات. لو عايزين تتابعوا الحلقات اللي جاية من البودكاست تقدروا تعملوا فولو للبودكاست. سمك لبن تمر هندي موجود على البلاتفورمز المختلفة: أبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست وأنغامي. اللينكس موجودة في الديسكريبشن. مسلسل سفاح الجيزة بيتعرض على منصة شاهد، وبقاله أكتر من أسبوع رقم 1 في مصر. وعرض المسلسل تزامن مع حالة كده من اللغط في السوشيال ميديا المصرية، وحالة برضو لمستها في حياتي الشخصية. يبدو أن الناس مرعوبين من فكرة وجود محتوى من وجهة نظر القتلة، وده بيخليهم يتساءلوا إذا كان النوع ده من المحتوى خطر على المجتمع، إذا كان النوع ده من المحتوى ممكن يكون مصدر إلهام للقتلة المحتملين، وتأثيره كمان على النشء والأولاد الصغيرين. هنقدر نقول إن الحلقة دي هتبقى Serial Killers 101، القتلة المتسلسلين المبتدئين. هنتكلم فيها مين هم القتلة المتسلسلين، وإيه هي دوافعهم، وهل الرجالة بس هم القتلة المتسلسلين، هل ممكن أطفال يكونوا قتلة متسلسلين، وغيرها من الأسئلة الملحة. أنا كمان عايزة أنوه إن الحلقة دي هتبقى عنيفة شوية، وفيها أشلاء ودماء. لو النوع ده من المحتوى بيضايقك أو بيضايقك ممكن تعملوا سكيب للجزء ده كله وتخشوا على الجزء اللي بتكلم فيه عن كتاب وانت السبب يابا لنوارة نيك. هحط التايم ستامب في الديسكريبشن بتاع الحلقة. ولو كملت الحلقة للآخر أو في أي وقت حسيت أو حسيتي بانزعاج، ياريت تقفلوا الحلقة، تعملوا حاجة لطيفة، تسمعوا حاجة حلوة، تتمشوا. الأهم هو صحتكم النفسية طبعا والجسمانية. وكفاية كلام لحد كده، ويلا بينا نبتدي. وفقا لل FBI، القاتل المتسلسل هو أي قاتل بيقتل 3 أشخاص على الأقل بفارق زمني بين الضحية والتانية شهر على الأقل. الفترة الزمنية الفاصلة دي بتتسمى cooling off period، وفيها القاتل المتسلسل بيتوقف عن ارتكاب جرائمه. وبالتعريف ده القتلة المأجورين، القتلة اللي بيقتلوا جماعيا، لا يعتبروا قتلة متسلسلين. وطبعا أنا عارفة إن كتير مننا يتمنى إنه ظاهرة القتلة المتسلسلين دي تبقى ظاهرة أمريكاني، يعني من وحي CSI ولو اند اوردر. بس الحقيقة انه كل دول العالم فيها قتلة متسلسلين، بما فيها مصر، افريقيا، العالم العربي، اسيا، اوروبا. الظاهرة في كل مكان. بس انا حابة في البداية اكلمكم عن الظاهرة الامريكية، بما انهم مصدر الهام لينا على الأقل سينمائيا وتلفزيونيا. يقدر انه في امريكا من 1970 لحد دلوقتي في حوالي 5582 ضحية قتلوا على يد قاتل متسلسل. أكتر من نصف الضحايا دول كانوا من الإناث، 30% منهم كانوا نساء من أعمار 20 ل 29 سنة، و23% كانوا إناث من أعمار 5 سنين و19 سنة. وقبل ما تتخضوا قوي كده، عايزة بس أشير إنه في أمريكا أعداد الأشخاص اللي قتلوا بسبب جرائم ليها علاقة بالسلاح عموما كان 1.5 مليون شخص. فظاهرة القتل على إيد قاتل متسلسل هي ظاهرة
نادرة الحمد لله يعني. ومع ذلك إحنا كبني آدمين في كل أنحاء العالم عندنا شغف شديد بالظاهرة دي رغم ندرتها شوية. وقدام هنعمل حلقة عن ليه إحنا كبشر عندنا شغف شديد بالأخبار الجرائم، بأخبار الحوادث، بأخبار القتلة المتسلسلين. بس هديكوا تيزر كده إنه في دراسة عملتها جامعة إلينويس في 2010 لقوا إنه 70% من اللي بيعملوا بوك ريفيوز، بيعملوا ريفيو على الكتب بتاعة الجرائم، هم من النساء. خليكم فاكرين المعلومة دي لما نعمل الحلقة دي قدام. المهم، عودة تاني لظاهرة القتل المتسلسل في أمريكا. الظاهرة كانت في أوجها في السبعينات والثمانينات في أمريكا. في السبعينات كان بيقدر إن في حوالي 300 قاتل متسلسل نشط في أمريكا لوحدها. في الثمانينات الرقم ده قل شوية بقى 259. على 2010 الرقم قل، بقينا بنتكلم في حوالي 50 قاتل متسلسل نشط في أمريكا. تناقص أعداد القتلة المتسلسلين في خلال آخر 40 سنة ليه أسباب متعددة، منها مثلا اكتشاف DNA، تطور تقنيات DNA، تطور النظم القضائية والشرطة واستيعابهم للظاهرة دي. كمان الأهالي بقوا أقل ميلا إن هم يخلوا أولادهم يعني منطلقين ويسرحوا ويمرحوا في الشوارع زي ما الثقافة التقليدية كانت بتسمح. وعلشان تتخيلوا قد إيه تطور تقنيات DNA كان ثوري، في لقاء اتعمل مع عالم جنائي اسمه جيمس آلان فوكس، لما اتسأل عن سبب تناقص أعداد القتلة المتسلسلين في أمريكا قال إنه اكتشاف DNA كان شيء ثوري جدا. ومش بس اكتشاف DNA كان ثوري، لكن كمان اكتشاف تقنيات جديدة لاستخلاص DNA. هو أشار إنه سنة 90 كان بيشتغل أول قضية في حياته، وكان مطلوب منه التحقيق في جريمة قتل 5 طلاب جامعة كان عندهم DNA، ولكن في وقتها ما قدروش إن هم ياخدوا DNA من الشعر. أنا كمان عايزة أشير إن ال FBI عمل منظومة ال DNA الوطنية National DNA Database سنة 98، والمنظومة بدأت من 9 ولايات أمريكية وبعدين امتدت لكل الولايات 50 في أمريكا. حالياً في 203 معمل وهيئة فيدرالية موجود فيهم السيستم ده، فده طبعاً ساهم بشكل كبير في الحد من الظاهرة دي وفي سرعة القبض على النوع ده من القتلة. واحنا هنتكلم عن الدافع النفسي للقاتل المتسلسل، ولكن الأول برضو عايزة أتكلم شوية عن الديموغرافيا بتاعت القتلة المتسلسلين. الحقيقة إنه الحمد لله يعني كما هو متوقع غالبية القتلة المتسلسلين هم من الرجال، غالبية ساحقة. في دراسة اتعملت سنة 85 عملها إريك هايكي عن القاتلات المتسلسلات، ودراسته كانت بتتناول الفترة من 1900 لحد 2010. لقى إنه بس 11% من القتلة المتسلسلين هم من النساء، ولكن مش معنى إنه هم 11% بس إنه هم أقل خطورة، هم ممكن كمان يكونوا أخطر شوية. الدوافع للقتل المتسلسل بتختلف بين الجنسين. يعني الدافع الأساسي عند القتلة المتسلسلين من الرجال هو الجنس والسيطرة. 75% من القتلة المتسلسلين الرجال دافعهم جنسي، في حين 52% من القاتلات المتسلسلات دافعهم هو المادة. وهنا لنا عبرة في المكحومتين ريا وسكينة، الأختين اللي روعوا اسكندرية حي اللبان تحديدا في القرن الماضي، لأنهم كانوا بيستدرجوا النساء علشان خاطر يسرقوا ذهبهم، وكانوا مصدر إلهام لقتلة متسلسلين تانيين في مصر. هنتكلم عن ده قدام في الجزء اللي هنتكلم فيه عن تجربتنا في مصر مع القتلة المتسلسلين. كمان هم على ذكر ريا وسكينة، يعني هم كانوا أول سيدتين في تاريخ مصر الحديث، في تاريخ القضاء المصري يتم إعدامهم، وده كان شيء يعني كبير. ولكن غير ريا وسكينة، إلين وورنوس في أمريكا قتلت 7 رجال. هي كانت عاملة جنس وكانت بتقتل أحيانا زباينها بدافع برضو سرقتهم، في حين على الناحية التانية مثلا المكحومين تيد بوندي وجيفري دامر الاثنين كان دافعهم الجنس والسيطرة. وعادة القتلة المتسلسلين بيكونوا شباب، يعني أعمارهم بتتراوح بين 25 وال34، ده في حالة الرجال. أما بقى أصغر قاتل متسلسل يعني كان طفل ما جابش 8 سنين في الهند مش في أمريكا. yeah. ليه قلت لكم بقى القاتلات المتسلسلات من النساء أخطر؟ السبب اللي بيخلي قتلة متسلسلين من الرجال يعني يتقاعدوا كأنها وظيفة، يعني بالإنجليزي بيسموها retired، بيكون إنه مع السن بتبدأ رغبتهم الجنسية بتقل، وده لانخفاض مستويات التستوستيرون من سن 45 لأواخر الأربعينات أو حتى الأوائل الخمسينات.
فده يعني ايه زي بيطفي شوية من رغبتهم في القتل. في حين بقى إنه قاتلات المتسلسلات النساء ما شاء الله ممكن يفضلوا يعني لحد أراذل العمر بيقتلوا. أمريكا وكندا فيها قصص مرعبة يعني عن ست كان عندها أوتيل أو واحدة كانت بتقدم رعاية وكانت قاتلة متسلسلة وكانت كبيرة في السن، في حين إن ده أندر كتير في الرجالة. مؤخرا في قاتل متسلسل كندي بدأ جرايمه وهو في 50 اسمه بروس ماك آرثر، ودي كانت صدمة لأنه ده غير اعتيادي في القتلة المتسلسلين. كمان القتلة المتسلسلات الكلمة تقيلة بالعربي، الفيميل سيريال كيلرز، يعني ساعات كتير بيكونوا مقدمات رعاية، ممرضات تحديدا، وأحيانا وللأسف الشديد أمهات. في ظاهرة نفسية اسمها مونشوزن سيندروم باي بروكسي، معرفش ايه الأسامي دي، أحيانا بتسمى برضو factitious disorder by proxy. المقصود بيها إنه مقدم الرعاية هنا بيتعمد إمراض الشخص اللي هو بيرعاه على أمل إن ده يعني يكسبه كده هالة من البطولة والتعاطف والبتاع. واللي أنا فهمته إنه الأطباء النفسيين بيشخصوا بالديسوردر ده أو بالاضطراب ده لما ما بيكونش الشخص عنده اضطراب تاني، يعني اضطراب ذهاني مثلا أو حاجة تخليه بيهلوس أو بيتخيل حاجات أو بيتهيأ له حاجات أو كده. طبعا في بعض الرجال يعني بتنطبق عليهم هذه الظاهرة البشعة، ولكن غالبية المنطبقات عليهم بتكون من النساء. ومؤخرا يعني في إنجلترا في قضية القاتلة المتسلسلة الممرضة، القضية البشعة بتاعت لوسي لاتبي. هي عندها 33 سنة، كانت بتشتغل في وحدة رعاية الأطفال، ممكن نسميها كده. هي وحدة بيحطوا فيها الأطفال اللي هم ولدوا حديثا ومحتاجين حضانات، وهي كانت ممرضة هناك. هي اتهمت في جرائم قتل، اتحكمت فعليا على 7 جرائم قتل و7 جرائم تانية محاولة قتل، فهي انتوتل يعني عليها 14 حكم مؤبد. والتحليلات الأولية يعني لشخصية لوسي لاتبي، غير إنها بيتقال إنها سايكوباتية، بيتقال إنها شخص سادي، بيتقال إنها تمثيل لظاهرة المونشوزن سيندروم باي بروكسي. صحيح يعني في ناس تتخيل برضو ان احنا ما عندناش الظواهر دي في مصر، بس انا حتى من غير اي سيرش انا عارفة ان في ممرضة في اسكندرية من سنين اسمها عايدة نور الدين. هي اتهمت برضو انها قتلت اكتر من شخص في وحدة العناية المركزة اللي كانت بتشتغل فيها. الاطباء اللي اكتشفوها قالوا ان هي ممكن تكون قتلت 20 شخص، بس هي فعليا اتحكمت بتهمة قتل شخص واحد، مريض واحد، لانها ادته عقار من غير الرجوع للطبيب، والعقار ده تسبب في موت الضحية. في نهاية الأمر هي ما اتحكمتش بتهمة القتل العمد، بس هي اتحكمت بتهمة القتل بسبب الإهمال. لقائها مع وائل الإبراشي موجود أونلاين على يوتيوب، ممكن تتفرجوا عليه. بس الظاهرة يعني عندنا احنا كمان بسبب الثقافة التقليدية، الثقافة الذكورية، ما حدش بيتوقع أبدا يعني ان النساء بما انهم الأكثر عرضة للجرائم ان هم كمان ممكن يكونوا مرتكبات للجرائم أحيانا. والحقيقة إننا ما ينفعش نتكلم عن الدوافع النفسية للقتلة المتسلسلين من غير ما نتكلم عن السايكوباثي. السايكوباثي أو السايكوباتية هو اضطراب عقلي بيؤدي إن الشخص اللي عنده الاضطراب ده ما عندوش القدرة على التعاطف، على التعامل مع المشاعر، أو على التحكم في انفعالاته. وبالتالي الأشخاص اللي عندهم سايكوباتية بيكونوا أكتر ميلا للعدوان، لارتكاب الجرائم، وللسلوك المعادي للمجتمع. ومحبي برامج القتل والجريمة والترو كرايم هيبقوا عارفين مصطلحات زي سايكوباث وسوسيوباث، بس ممكن كده سريعا نقول الفرق بين الاتنين. كلا الشخصيتين يعني سواء السوسيوباث أو السايكوباث هم أشخاص اندفاعيين وانفعاليين، ما عندهمش القدرة على التحكم في رغباتهم، ما عندهمش القدرة على التعاطف، وما عندهمش القدرة على تكوين علاقات اجتماعية أو روابط حقيقية. مع الاختلاف انه الشخص السوسيوباث بيكون عنده وميض كده فاضل من التعاطف، يعني ممكن مثلا يكون عنده علاقة قوية نوعا ما بأمه، يكون بيحبها ومتعلق بيها، على عكس السايكوباث اللي ما عندوش القدرة دي خالص وكل علاقاته شديدة السطحية. السوسيوباث ممكن يكون شخص عاطفي أكتر وانفعالي. الشخص السايكوباث بيكون calculative، يعني كل حاجة بيحسبها بالورقة والقلم، ونقدر نقول إن قلبه ميت تماما. الاتنين ما عندهمش القدرة على الشعور بتأنيب الضمير زي الأشخاص العاديين، الاتنين ما عندهمش القدرة على الشعور بالذنب. ولكن السوسيوباث
عنده رغبة في إن هو يمنطق أفعاله النقراء، في حين إنه السايكوباث مش مهتم حتى بمنطقة أفعاله النقراء. في التشخيص الطبي مفيش كلمة سايكوباث وسوسيوباث بدءا من DSM-3. DSM ده اللي هو الكتيب التشخيصي اللي بيستخدمه الأطباء النفسيين في أمريكا وحول العالم في تشخيص الاضطرابات النفسية. التشخيص الطبي حاليا اسمه Antisocial Personality Disorder أو يعرف اختصارا ب ASPD. بالعربي ممكن نترجمها على اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع. والتشخيص الطبي ده بيركز أكتر على السلوكيات المعادية للمجتمع، يعني الجور على الآخرين، الاندفاعية الشديدة، العنف ضد الآخرين مثلا، وبدرجة أقل بيركز على بعض الصفات الشخصية زي النرجسية مثلا وعدم القدرة على الشعور بالذنب. وفي اختبارات نفسية كتير بتقيس السايكوباثي، ومن أشهر الاختبارات وأكثرها إثارة للجدل هو هير سايكوباثي تشيك ليست أو اختبار هير للشخصية السايكوباتية ممكن نقول، وهو اختبار نفسي مكون من 20 سؤال من 40 درجة بيقيس النزعات السايكوباتية عند الأشخاص. الاختبار ده أنا أخدته علشان الحلقة دي، أخدته أونلاين، والسكور بتاعي كان 4 من 40، فأنا مش موجودة على رادار السايكوباتية. بس عموما لحد 8 يعتبر شخص طبيعي. وحبيت برضو أعرف عتات المجرمين من القتلة المتسلسلين أرقامهم كانت عاملة إزاي. فمثلا تيد باندي وهو قاتل أمريكي متسلسل ارتكب سلسلة من الجرائم البشعة في السبعينات، قتل حوالي 30 سيدة وفتاة في أكتر من ولاية أمريكية، وكان يعني قيمة وسيمة كاريزماتيك لدرجة إنه هو يعني في المحكمة كان عايز يدافع عن نفسه من كتر الثقة في النفس. تيد باندي السكور بتاعه كان 39 من 40، مقفل عداد السايكوباتية، في حين إنه جيفري دامر القاتل المتسلسل الذي روع ملواكي في أمريكا من أواخر السبعينات لحد أوائل التسعينات، هو جرائم مرتكبها بين 78 و 91، قتل 17 راجل لأن هو كان قاتل مثلي، بيحتفظ برؤوس ضحاياه في الثلاجة والفريزر، بيطبخهم وياكلهم، أخد جمة حد من ضحاياه ووديها اللوكر بتاع الشغل. كان ليه في النكروفيليا اللي هي الاعتداء على جثث الأموات. يعني إريك هايكي العالم النفس الجنائي عمل انترفيوز مع عيلة جيفري دامر بعد محاكمته بعد ما مات، وقال لما سألهم عن الكولينج اوف بيريد بتاعته، جيفري دامر لو فاكرين الكولينج اوف بيريد اللي احنا اتكلمنا عنها في أول الحلقة، جيفري دامر توقف عن ارتكاب جرائمه لمدة 10 سنوات كاملة في النص. كان بيعمل ايه يعني؟ لأنه لازم يكون بيعمل حاجة تخليه يتوقف عن القتل، خصوصا ان هو كان لازال شاب وقتها يعني. فأم جيفري دامر اعترفت له انه جيفري اعترف لها ان هو كان بيتابع الأخبار يعني زي الباب الوفيات في الجرايد، وكان بيشوف لو في شاب أو شباب توفوا حديثا كان بيروح يحضر الجنازة، وبعد انصراف الجمع كان بينبش قبور الأموات دول وكان بيقوم بالاعتداء عليهم. جيفري دامر يعني ذو الجرائم الوحشية اللي هي يعني روعت العالم كله، إلى الحد إنه المسلسل اللي اتعمل عنه على نتفليكس جاب 11 بليون ساعة مشاهدة، بليون بالباء، من كتر غرائبية اللي هو عمله. ولكن في تصنيف السايكوباتيين هو جاب 23 من 40. وإريك هايكي نفسه لما اتسأل إذا كان جيفري دامر سايكوباث، هو قال إنه لأ، جيفري دامر سوسيوباث، لأنه ما كانش بيتلذذ بتعذيب ضحاياه. تخيلوا، فالنفس البشرية وتعقيداتها. ولو شفتوا وشي دلوقتي هتلاقوا يعني وشي مقلوب قوي وانا بتكلم. الفكرة انه الاهتمام يعني بظاهرة السايكوباثي والسايكوباثز وكده مهم، ومدخل مهم جدا لينا. في حلقات جاية هنعملها عن الكولتس، عن الجماعات المنغلقة والكولت ليدرز، قادة الجماعات المنغلقة. والسايكوباثي هتبقى مدخل مهم جدا، لأنه الأشخاص السايكوباتيين بيميلوا للتلاعب الشديد بضحاياهم، وده اللي بيخليهم يقدروا على ارتكاب سلسلة الجرائم دي لفترة طويلة. هم مش بالضرورة أذكى، يعني IQ وايز هم مش أذكى، هم كمان مش أذكى عاطفيا، لأنهم أصلا مش قادرين على التعامل مع موضوع العواطف كله على بعضه، ولكن هم قادرين على التلاعب. وهنا يحضرني مذيعة في التلفزيون في مصر لما كانت بتعمل انترفيوز لأسر ضحايا قذافي فراج، مش قذافي بتاع ليبيا.
وكانت بتسألهم هو ازاي خدعكم بالطريقة دي، وبتسرسع صوتها قوي كده، لأنه حاجة تغيظ، لأنه حقيقي الناس اللي زي دي هم chronic liars، هم قتلة مدمنين على الكذب. وعشان كده أنا لما نتكلم على ريفيو بتاع مسلسل سفاح الجيزة وقضية سفاح الجيزة عموما، عندي همسة عتاب على المجتمع ونقد ذاتي عموما ليا وللجميع يعني. بس برضو في موضوع السايكوباثي دي، السايكوباثي هي مدخل مهم برضو لو احنا عايزين نتعاطى مع الجريمة. يعني في أمريكا الإحصائيات بتقول إن 1.2 من الرجال الراشدين عندهم نزعات سايكوباتية يمكن تشخيصها طبيا، و0.3 من النساء الراشدات. يعني بنتكلم على 1% تقريبا من السكان ممكن يكون عندهم نزعات سايكوباتية، أو أقل كمان من 1%. ومع ذلك 25% من المساجين في السجون الأمريكية عندهم نزعات سايكوباتية يمكن تشخيصها طبيا. والأبحاث في موضوع السايكوباتية بتشير إنه السبب الرئيسي لوجود السايكوباتية هو العامل الجيني. طبعا في عوامل بيئية مؤثرة منها النشأة وصدمات الطفولة وغيرها، ولكن السايكوباتية بتكون موجودة في أسر بعينها. ده مش معناه إنه بالضرورة إن كل الأشخاص اللي عندهم النزعات الجينية دي هيكونوا مجرمين، ولا معناها إنه الأطفال والمراهقين اللي بيظهر عليهم بعض النزعات السايكوباتية إنهم بالضرورة يبقوا سايكوباتيين. وعموما هو التشخيصات الطبية النفسية ما بتتعملش في اضطرابات الشخصية بالذات، ما بتتعملش قبل سن 18 سنة. طبعا أنا فاهمة إن ده شيء غريب شوية على مجتمعاتنا، يعني اللي بتميل للتغاضي عن عمالة الأطفال وزواج القُصّر والقاصرات على اعتبار يعني إنه دي فروقات فردية. ولكن علميا في أجزاء في المخ ما بتكتملش قبل سن 25 سنة. فيعني بالنسبة لي أنا الصراحة سن الرشد العقلي هو 25 سنة. كمان أنا عايزة أشير إن في اختلافات بين مخ الشخص السايكوباتي وبين مخ الشخص العادي. الشخص السايكوباتي منطقة زي الأميجدلا اللي هي مسؤولة عن التعاطي مع المشاعر الإيموشنال بروسيسنج بتكون أصغر، والنواقل العصبية النيورال ريسبونسفنس هناك بتكون أقل، في حين إن الأماكن اللي في المخ أو المراكز اللي في المخ اللي مسؤولة عن الريورد سيستم نظام المكافأة بتكون أنشط كتير عند الأشخاص السايكوباتيين بالمقارنة بالأشخاص العاديين. وده اللي بيفسر عدم قدرتهم على التعاطف من ناحية، ولكن اندفاعيتهم الشديدة من ناحية تانية. طبعا قصتنا في مصر يعني مع القتلة المتسلسلين تبدأ من الأختين ريا وسكينة. هما يونيك زيادة عن اللزوم، لأنهم مش بس قاتلتين متسلسلتين من النساء، وده شيء شديد الندرة. احنا قلنا حوالي 11% بس من القاتلات المتسلسلات في أمريكا نساء. ريا وسكينة ينطبق عليهم الوصف ده. هما أولا كانوا جزء من عصابة، ومع ذلك سلسلة الجرائم دي اتعرفت بيهم هما. الجرائم بتاعتهم بدأت من ديسمبر 19 ففي وقت أصلا مصر كان فيها يعني ثورة واضطرابات سياسية ورغبة في الاستقلال عن الإنجليز، والجرائم بتاعتهم خلصت في نوفمبر 19 20. فهم في أقل من سنة قتلوا 17 ضحية، كلهم من النساء، أغلبهم من نساء كمان هم يعرفوهم في دوائرهم، لأنه ريا وسكينة كانوا اشتغلوا مع عاملات الجنس، يعني النساء المشتغلات بالدعارة. فكتير من الضحايا اللي هم قتلوهم كانوا ستات بتشتغل يعني تحت إمرة ريا وسكينة والعصابة بتاعتهم، لأن هم كانوا قوادين يعني بلغتنا في هذا العصر. فللأسف كانوا بيستدرجوا النساء اللي كانوا بيحسوا إنه بدأ يبان عليهم بعض مظاهر النعمة، يعني فكانوا بيستغلوا معرفتهم بيهم ويستدرجوهم للبيت، وبعدين بقية العصابة تنقض عليهم. لكن طبعا مش كل الضحايا كانوا من عاملات الجنس، في بعضهم يعني كانوا عادي ست مثلا بتبيع جاز، هم توهموا ان هي عندها فلوس فقرروا ان هم يقتلوهم. وطبعا لان سلسلة الجرائم دي تزامنت مع الثورة بتاعت سعد زغلول، ففي ناس ادعت، يعني في صحفي كده كان طلع ان هو هيعمل دوكيومنتري يثبت فيه انه ريا وسكينة كانوا بطلتين قوميتين مصريتين وحاولوا ان هم يقاوموا الاحتلال الانجليزي، وده من غير طبعا وجود اي دلائل او براهين او كده. ولا الصحفي ده طلع الدوكيومنتري ولا طلع الدليل، هو كله كلام مرسل.
لكن اليونيك بقى في قصة رايا وسكينة مش بس إن هما قاتلتين متسلسلتين وده نادر جدا، لكن زي ما قلنا إنهم كانوا أول امرأتين مصريتين في تاريخ مصر الحديث، في تاريخ القضاء المصري الحديث يتم إعدامهم، لأنه ما كانش بيتم إعدام نساء في الوقت ده. كمان هما كانوا مصدر إلهام لغيرهم من القتلة المتسلسلين زي ما هنشوف. من عرف بسفاح كرموز أو اسمه الحقيقي سعد اسكندر، هو قاتل متسلسل مصري. رايا وسكينة كانوا من مصادر إلهام، وهنعرف ليه قدام. سعد اسكندر ارتكب سلسلة من الجرائم بين سنة 48 وسنة 51. هو رسميا اتحاكم على قتل 3 أشخاص بس في أسيوط واسكندرية، لكن يعتقد إن هو قتل حوالي 19 ضحية. بدأ يعني حياته في الإجرام بإن هو قتل سيدة في أسيوط أرملة كان هو على علاقة بيها، وأول ما عرف يعني مكان فلوسها قرر التخلص من حياتها باستخدام أداته المفضلة للقتل اللي هي الساطور. غريب إن هو ما تقدمش فيه بلاغات في أسيوط وقتها لسبب ما، على الرغم انه كان في ناس يعني عندها معرفة بعلاقته بهذه السيدة. لما راح اسكندرية قرر ان هو يفتح محل قماش باستخدام الفلوس اللي هو سرقها من ضحيته الأولى. أنا نسيت أقول لكم إنه سعد اسكندر كان آخر العنقود في عيلته، كان من عيلة متوسطة الحال، يعني ما كانوش أسرة فقيرة، وكان بيشتغل في أسيوط مع أخوه في مصنع غزل ونسيج، فعشان كده كان عنده يعني معرفة بعالم الأقمشة. قرر إن هو يستغل المعرفة دي بإن هو يفتح البيزنس بتاعه في اسكندرية. وهو بيفكرني بتاد باندي، يعني حليوة وقيمة وسيمة وذوق وكلامه كويس، ويعني يعرف يستدرج الضحايا. ضحيته التانية المؤكدة في اسكندرية هي الست بامبا، والست بامبا دي كانت ست كبيرة طاعنة في السن، ثرية، وكانت جارة واحدة اسمها فاطمة. فاطمة دي هو كان على علاقة بيها، فلما حس يعني ان الست بامبا فيها الرمق واكيد يعني معاها قرشين مخبياهم تحت البلاط، راح لها البيت وخبط عليها، ولأن هي نظرها ضعيف وعايشة لوحدها فتحت له الباب، فهجم عليها بالسطور وأنهى على حياتها. وهو الحقيقة كان احتمال كبير يتقبض عليه من أول قصة الست بامبا دي، لأنه في جارة ليها سمعت صرخاتها، ولما راحت تحاول تعرف فيه إيه سعد فتح لها الباب وبهدوء السيكوباتيين قال لها الست بامبا بخير، هي بتصلي، اتفضلي. فأول ما اتفضلت هاجم عليها برضه بأداته المفضلة السطور، ولكن اتكتب لها عمر جديد، فهي بلغت البوليس. وفي البداية يعني هما كانوا فاكرين سعد اسكندر مش عشيق فاطمة ولكن أخو فاطمة. المهم بعد قصة طويلة هما قدروا يقبضوا على سعد اسكندر، ولكن هو أول محامي شاطر جدا خلى كل حاجة بيسموها circumstantial evidence، فبالتالي خرج منها واختفى لمدة 2 سنين، وبيعتقد انه في السنتين دول قتل اغلب ضحاياه اللي ما اتحكمش عليهم. المهم انه لما رجع تاني يعني ظهر في اسكندرية تاني قتل الضحية الثالثة، والضحية الثالثة دي كان تاجر. التاجر ده سعد اسكندر استدرجه للمخزن بتاعه الشونة بدعوى انه هو يعني هيوريه اقمشة حلوة وبتاع، وبمجرد ما دخل التاجر ده هو هجم عليه بالسطور، ولكن التاجر قدر ان هو يهرب، خرج بره المخزن ده، ولكن كان الوقت اتأخر قوي، لان تصادف في نفس الوقت انه في عربية بتحمل حاجات كانت بتعدي من قدام الشونة، فحد من اللي بيشتغلوا فيها شاف المشهد ده انه سعد بيجر الراجل لجوه الشونة. سعد اوريدي دخل يعني جوه الشونة وفعلا انهى حياة الضحية، ولكن كان اوريدي البوليس خد خبر، فبالتالي اتقبض عليه. هو في البداية حاول يعني يراوغ شوية ويقول ان هو ليه شريك اسمه حسين وانا معرفش حاجة عن المخزن ده، لان هم لما حفروا المخزن لقوا جثة الضحية. رايا وسكينة كانوا مصدر إلهام لسعد اسكندر. لما اتقبض عليه وبتفتيش بيته لقى بعض قصصات الجرايد اللي كانت مكتوبة عن رايا وسكينة وعن الطريقة اللي هم كانوا بيدفنوا بيها ضحاياهم. وقبل ما اكلمكم عن قذافي هتكلم عن خط الصعيد. خط الصعيد هو اتولد في اسيوط، معرفش ايه حكايه اسيوط، بس اسيوط ظهرت مرتين لحد دلوقتي. قصته مع الاجرام بدات بالصدفه، يعني هو قام بقتل حد في قريته بسبب جريمة طار، ومن بعدها بدأ قصته بقى في الإجرام. هو طلع الجبل، قعد مع المطاريد دول اللي هم خارجين عن القانون، كان بيفرض أتوات على الأهالي، كان بيقوم بمهاجمة الحكومة، حتى كانوا بيهاجموا معسكرات الإنجليز وبياخدوا أسلحة منهم، وده يمكن كان من بين الأسباب اللي بتخليهم ليهم شعبية بين المواطنين العاديين، رغم أنهم بيفرضوا أتوات يعني بيمارسوا عليهم الإجرام. هو فعليا متهم ب20 جريمة قتل على الأقل. قصة حياته تستحق حلقة لوحدها، بس أنا يكفيني أقول لكم إن هو كان قاعد في الجبل، ما كانش بيشوف أهله، كان بيراقب ابنه الوحيد لأن هو اتجوز مرة يعني مؤكدا،
وباقي المرات كان ليه علاقات يعني نسائية عابرة. كان بيراقب ابنه من الجبل باستخدام حاجة زي التلسكوب أو حاجة زي كده، وبسبب خطأ عمله مش هنقوله في الحلقة دي، الحكومة يعني إيه شنت عليه حملة هوجاء. وده كمان لأن الملك سنة 47 اتريق على مأمور أسيوط بسبب عدم قدرته على القبض على خط الصعيد، فقال له هو اسمه الخط ولا الخط؟ فطبعا المأمور قرر يعني ان هو يلم الرجالة ويطلعوا يعملوا حملة كبيرة للقبض على الخط. عايزة اقول لكم انه امه من جبروتها يعني لما شافت جثته عشان تتعرف عليه يعني انكرت ان هو ده ابنها، ومحدش اتأكد ان هو فعلا الشخص المعني غير لما مرات الخط جت، واول ما شافت جثمانه رقعت بالصوت. وقتها امه قالت المقولة الشهيرة بتاعتها: يشجر يزرق العينين يا كايد الحكومة يا محمد. أنا نسيت أقول لكم إن الخط اسمه الحقيقي محمد منصور. طبعا يا جماعة قبل قصة قذافي فراج المكحوم بإذن الله كان في قصص تانية لقتلة متسلسلين تانيين في مصر أو سفاحين يوزع منهم سفاحين، بس أنا قررت إني ما أحطهمش في الحلقة دي لأني ما قدرتش أتأكد من الفترة الزمنية اللي ارتكبوا فيها الجرائم بتاعتهم، وإن كان ينطبق عليهم لقب قاتل متسلسل ولا لأ. بس هذكر لكم منهم على سبيل المثال: سفاح رود الفرج، سفاح المهندسين. يبدو أننا في مصر بنحب قوي يعني نقرن سفاح باسم المنطقة اللي هو فيها، زي ناس كتير في العالم بيعملوا الطريقة دي. والسفاح المثقف محمود سليمان، وده قصته قصة رغم إني مش متأكدة إذا كان هو قاتل متسلسل ولا لأ، لكن الراجل قتل يعني كل اللي كان بيعترض عليه كان بيقتله. ما اعرفش في مدة زمنية قد ايه. هو يعني اشتهر في الستينات، ويقال ان هو واحد من اسباب تأميم الصحافة في مصر، لانه صحيفة الأهرام نشرت وقتها خبرين تحت بعض. الخبر الأولاني إعدام السفاح، وبيسموها ايه في لغة الصحافة المنشات الأولاني، والمنشات اللي تحته على طول عبد الناصر في باكستان. فبعديها يقال أن عبد الناصر أخذ قرار تأميم الصحافة بسبب هذه الغلطة المطبعية. هو محمود سليمان عموما يعني بغض النظر هو قاتل متسلسل أو لأ، هو استغل قدرته على الإقناع والتخفي. هو كمان ما نشأش في مصر، هو نشأ في لبنان لأنه أمه كانت لبنانية وأبوه كان مصري، وعمل يعني دار نشر في مصر، فكان مثقف يعني ومعسول اللسان وده اللي خلاه صديق لكتير من الأدباء والفنانين والمثقفين. زي ما قلت لكم مش هتكلم كتير عنه لأنه أنا مش متأكدة إذا كان هو قاتل متسلسل ولا مجرد قاتل بس، لكن هو مصدر إلهام نجيب محفوظ في روايته اللص والكلاب. وفي النهاية يا جماعة مش هتكلم كتير عن سفاح الجيزة عشان اوريدي يعني ناس كتير اتكلمت عليه. هو ينطبق عليه طبعا لفظ قاتل متسلسل لأن هو قتل 4 ضحايا، بدأهم بصديق عمره مهندس رضا اللي هو سمه علشان حس ان الراجل بدأ يهرش ان هو نصاب، وبعدين قتل مراته فاطمة زكريا علشان هرشت ان هو في حاجة غلط. جيرانها يعني لأننا في مصر طبعا وفي مناور وكده، واحدة من جاراتها سمعت فاطمة بتقول له هبلغ عنك أمن الدولة، فيبدو إنها عرفت حاجة عليه، فقرر إن هو يقتلها. حطها في فريزر أهلها هم اللي شارينه، نزل الفريزر ده بعديها بيومين. وعايزة أقول لكم يعني إن الجارة من أول يوم كانت عارفة إنه هو حط مراته في الفريزر. ضحيته الثالثة هي أخت مراته الثانية، اسمها نادين السيد. الضحية اسمها نادين السيد ومراته اسمها فاطمة الزهراء. وهو استدرج نادين باستغلال ان هي كان ليها في الفن والتمثيل والإعلانات وكده، فأوهمها إن هو هيجيب لها عرض عمل مع منتج سوري هيخليها تسافر بره. وبعديها اختفت نادين وانقطعت أخبارها. ضحيته الرابعة اسمها ياسمين وهي من اسكندرية وكانت بتشتغل معاه لما هرب على هناك، ما كانتش تعرف طبعا هويته الحقيقية، فهي يعني ادته فلوس كل اللي تحتكم عليه 45,000 جنيه علشان يشغلهم لها في كان عنده معرض أجهزة إلكترونية تقريبا. فلما بدأت تلح عليه بالطلب بالفلوس بتاعتها، خصوصا إن هو أوهمها بالجواز ولا اتجوزها ولا اديها الفلوس، فهو أوهمها إن هو هيرجع لها الفلوس بتاعتها بضاعة. فالبنت طبعا قالت لك إيه يعني أي حاجة من وشه، راحت معاه المخزن قتلها ودفنها في المخزن. أنا كمان نسيت أقول لكم إن هو دفن المهندس رضا في شقة كان يمتلكها المهندس رضا، ودفن نادين السيد في نفس الشقة، وبعد ما خلص على مراته فاطمة زكريا دفنها برضه في الشقة. فهو دفن 3 جثث في شقتين يمتلكهم المهندس رضا اللي هو بعد كده انتحل شخصيته.
عندي بقى همسة عتاب يا جماعة في قصة سفاح الجيزة ومرات أخته وأخت مراته تحديدا نادين السيد. كل ما أفتح فيديو على اليوتيوب ألاقي هو قتلها لأنه كان على علاقة غير شرعية معه، هو قتلها علشان كان على علاقة غير شرعية معه. طيب، وده من أول ما القضية يعني اتنشرت قبل حتى ما تروح المحكمة. فأنا يا جماعة مش قادرة أستوعب إننا يعني في الأخبار المنشورة بالعربي بنتبنى بس وجهة نظر القاتل. حاجة غريبة جدا. يعني بالإنجليزي بيتقال كلام زي claimed و claim و alleged و allegedly وحاجات زي كده، زعم ويزعم ومزعوم. فطول الوقت في التغطية في كلام بيديلك الإيحاء كده إنه ده كلام القاتل، لكن إحنا عندنا بندي القاتل الميكروفون ونقول له اتفضل انهش في لحم الضحية، شيء لا يمكن استيعابه. وده على الرغم برضو ان انا من الناس اللي عندي علامات استفهام كتير على عيلة نادين السيد. فين البلاغات اللي قدموها بعد اختفاء بنتهم؟ طيب، الراجل ده استدرج بنتهم وزعم ان هو عنده صديق منتج اللي هو المنتج السوري، واخد المنتج وجا المنتج وبباص في شباب وبنات تانيين، زعم يعني وقتها ان هم بيشتغلوا معاها وهيشتغلوا معاها في نفس العمل ده، ومشيت البنت وما ظهرتش تاني. ازاي اختها فاطمة الزهراء كملت في الجوازة؟ يعني هي كانت مخطوبة وقتها، ازاي كملت في الجوازة؟ طيب، بعد ما اتجوزته فعليا ازاي استمرت في الجوازة من شخص متهم بإخفاء أختها في أحسن الأحوال، أو على الأقل كان وشه فقر عليهم، يعني ما جايبه هي اللي تسببت في اختفاء أختها. قذافي اختفى سنتين قبل ما يتم القبض عليه، يعني فاطمة الزهراء ما كانتش تعرف عنه أي حاجة، ومع ذلك فضلت على ذمته، ما رفعتش قضية خلع ولا أي حاجة. أنا شخصيا انطباعي يعني إنه أهل نادين ما كانوش معجبين قوي بخياراتها في الحياة، فبالتالي كأنهم تخلوا عنها. الست والدتها مع كامل احترامي ليها كان كل اللي هممها انها تنفي عن بناتها اي فعل غلط، تنفي ان هي كانت على علاقة بقذافي، وده شيء انا ممكن افهمه. بس كمان قالت كلام مقلق جدا، زي مثلا انها فاطمة الزهراء بنتها هي العذراء الوحيدة اللي تزوجها قذافي. ليه؟ دي اصلا معلومة مهمة. يعني هل هي لو كانت ست متجوزة قبل كده مثلا هي ست وحشة؟ هل هي لو كانت ست مخلفة قبل كده هي ست وحشة؟ هل دي المشكلة أصلا؟ ده راجل سفاح. وإنها رفضت إن بنتها تتطلق من قذافي بعد ما اختفى علشان ما حدش يطمع فيها كمان. فأنا عندي همسة عتاب على أسرة نادين، بس كمان عندي همسة عتاب على المجتمع اللي بيستسهل النحش في الضحايا اللي مش موجودين علشان يدافعوا عن نفسهم. معرفش، بس أنا متضايقة من موضوع نادين ده تحديدا، وكان لازم يا جماعة أقفش خلقي. رأيي بقى في المسلسل بتاع سفاح الجيزة في حد ذاته، هو أولا المسلسل مش مقتبس من الأحداث الحقيقية، هو مستوحى من الأحداث الحقيقية، فهو يعني واخد بعض الخطوط العريضة. معرفش ليه ما اختاروش مثلا يسيبوا اسمه الحقيقي، يعني هما مسمينه في الحقيقة أعتقد في المسلسل كان اسمه جابر تقريبا، ده كان اسمه الحقيقي، فغيروا اسمه بدل قذافي. معرفش إذا كان ده الأسباب سياسية ولا لأ. أنا كنت معجبة بالمسلسل لحد الحلقة الرابعة، يعني كانت الأحداث وتيرتها حلوة، كنت بقفل الحلقة متحمسة جدا أعرف الحلقة اللي بعدها فيها إيه. كانت الأحداث بالنسبة لي على غرائبية الجرائم، يعني فيها شيء من العقل والواقعية، لحد ما بدأت الأحداث تبقى غرائبية وبالذات في آخر حلقتين. يعني هحرق لكم بقى شوية من الأحداث للي ما اتفرجش على المسلسل، معلش. بس أنا ما عجبنيش مثلا المشهد بتاع لما البوليس هجم عليه مع سلمى اللي هي أخت مراته. حسيت إنه هو مشهد من فيلم هندي، يعني ده way too much على الدراما المصرية يا جماعة. يعني أنا كنت في البداية الصراحة معجبة بالمشاهد بتاعة الطبخ، الكلوز أبس ليه وهو بياكل ستيك وكده، وحسيت يعني ما حسيتش زي بعض الناس اللي قعدوا يقولوا لك
ان الاخراج منفصل عن الواقع، وان ده شخص من منطقة شعبية ومش عارف ايه. يعني عادي، وارد لو شخص من منطقة شعبية ومعاه فلوس هياكل ستيك عادي جدا، ولو شخص فقير ساكن في منطقة راقية مثلا بيشتغل فيها ولا حاجة مش هياكل لحمة، يعني بكل انواعها ايزي بيزي. بس لما شفت المخرج بيتكلم عن انه القتلة المتسلسلين دول ناس بيبقى معروف عندهم هوايات وبتاع، اتضايقت قوي يا جماعة كواحدة متابعة للمجال. اتضايقت، حسيت يعني لا، الحقيقة انه القتلة المتسلسلين يعني من غير جرائمهم اغلبهم حياتهم بائسة، يعني حثالة الحثالة. الناس عادة هم زي ما قلنا الاي كيو بتاعهم مش عالي اصلا، هم مش اذكى من ضحاياهم، هم ناس متلاعبين، واحنا كبني ادمين يعني مش مفطورين قوي على اننا نقعد نتخيل ان كل شخص بنتعامل معاه لو سيء شوية ولا شويتين يبقى قاتل. يعني ده شيء مش وارد. عودة للمسلسل، انا بالنسبة لي المشهد الختامي الفينال كان مشهد يعني وحش، ما عجبنيش، كان مشهد ضعيف. كان ممكن يتعمل أحسن من كده مليون مرة. أكتر حاجة عجبتني في المسلسل هي حنان يوسف اللي كانت عاملة دور أم القذافي. غول تمثيل، متقمصة الدور يعني فوق الخيال. أنا كان حتى من الحلقات الأولى، يعني أول كام حلقة في المسلسل أنا عجبني تمثيل أحمد فهمي الصراحة. حسيت إنه ده يعني representation لشخص سايكوباتي. من الحلقة الرابعة الخامسة معرفش، حسيت كده في حاجة وقعت مني. لكن حنان يوسف من أول المسلسل لآخره هي عملاقة. وأتمنى فعلا إننا في مصر نبطل حكاية إن الأدوار البطولة في الأعمال السينمائية بتبقى دايما للشباب. أتمنى نطلع من هوجة الشباب دي ونبدأ نخش في أعمال سينمائية ممكن تمثل الجميع. يعني زي ما عندنا دراما تلفزيونية فيها بطولات نسائية، فيها بطولات ممثلين كبار في السن، أتمنى إن احنا نشوف ده بقوة في السينما، لأن حد زي حنان يوسف بيستاهل. أنا فكرتني مع بلاك هيمن الصراحة. أدي المسلسل كام؟ أدي المسلسل 6/10 تقريبا، عشان عجبني تمثيل حنان يوسف وباسم سمرة. جيهان الشماشرجي أما بيك فان. صلاح عبد الله برضو بحبه. راكين سعد برضو عجبني تمثيلها في المجمل، بس الحلقات اللي في الآخر ما عجبتنيش قوي، عشان كده الأربع نقاط دول راحوا. هو مسلسل اللي يستحق المشاهدة، يعني احنا كمان ما عندناش النوعية دي من المسلسلات كتير في العالم العربي، ف it's good to have one. الكتاب اللي هعمل له ريفيو النهارده هو كتاب وانت السبب يابا لنوارة نجم. هي سيرة ذاتية. أنا عموما بحب السير الذاتية، سواء بايوغرافي أوتوبايوغرافي كتبها الشخص يعني اللي بيكتب سيرة حياته، أو كتبت على لسانه أو حد كتبها عنه. يعني الكتاب بيتناول سيرة حياة الفجومي أحمد فؤاد نجم من منظور بنته نوارة نجم. أنا أقدر أقول لكم إن الكتاب مدهش لدرجة إني في الأول قريته على تطبيق أبجد، وبعدين لما عجبني قوي قررت ان انا اشتري النسخة الورقية منه واخد توقيع نوار عليه، لاني حضرت حفلة توقيع. وهتلاقوني هنا بعمل لكم ريفيوز كتير عن كتب انا حضرت حفلات توقيع، دي هواية عندي. الكتاب مدهش مدهش لانه صريح، وده شيء انا بحبه في السير الذاتية. نوارة اعترفت في البداية قد ايه هي في البداية كانت طول الوقت بتدور على ابوها. يعني هو راجل بيعيش حياة بوهيمية بلغتنا، بيتنقل من مكان لمكان، عمره ما كان قاعد لوحده، طول الوقت قاعد مع مجموعة أصدقاء كده غريبين بالنسبة للوسط اللي نورة اتربت فيه، لأنه أمها الكاتبة الصحفية سفينة سكوزم من عائلة يعني أرستقراطية ومتعلمين تعليم عالي، فإيقاع الحياة مختلف تماما. هي حتى اتكلمت عن الزيجات المتعددة لأبوها وإزاي ده أثر عليها، بالذات قصة زواجه من عزة بلبع، لأن هو جوزها في أثناء ما كان متجوز سفينة سكوزم، لأنه جوازه من عزة بلبع أدى لانتهاء جوازه من صفيناز كاظم أمها. واعترفت برضو إنها حست كده بنوع من السعادة والنشوة لما أبوها طلق عزة بلبع. وهي بعد كده قالت إن فيما بعد أدركت إنه عزة بلبع كانت في العشرينات، أعتقد كانت 26 سنة تقريبا. ف يعني
تصعب عليها يعني. هي كمان اتكلمت على جوانب إنسانية كتير في حياة الفجومي، منها علاقته بأمه وليه هو كان بيخاف من السيدات اللي عينيهم ملونة، لأن أمه عينيها كانت ملونة. ومع ذلك هي رضخت الأعمام الولد لما قرروا إن هم يدخلوه الملجأ هو وأخوه بعد وفاة أبوهم. كانوا يعني من أنواع التنكيل بيهم، رغم إن هم كانوا من عائلة إقطاعية تعتبر في الشرقية. لكن اللي لفت نظري هو إنه مع الزمن ومع الوقت بدأت علاقتهم تتغير، فبدأت كأن نوارة هي اللي مسؤولة عن أبوها نوعا ما. وكمان لفت نظري إنه هو كان بيبكي وبيعيط في وقت 2011 لأنه كان خايف إن بنته تموت. وإحنا هنا بنتكلم عن أحمد فؤاد نجم اللي اتسجن سنوات وسنوات ودفع أثمان غالية جدا وفادحة، بس مع ذلك كان مرعوب إن بنته ممكن يحصل لها أي حاجة. والمشاهد اللي ليها علاقة بتعامله مع بناته فيما بعد لما اتجوزوا حسستني إنه الراجل الفنان الشاعر اللي كان يعني بيدي في الوش وما بيخافش، واللي اتجوز كتير جدا، معرفش اتجوز كام مرة كان في الآخر خايف على بناته طول الوقت من الهجر، من التعب، من الإرهاق في الجواز. فيقول لهم احنا انتي خلفتي خلاص، او انتي خلاص حامل، احنا خدنا من الراجل ده اللي احنا عايزينه بناها. وصراحة ألمني جدا كلام نورة عن انه بعد وفاة ابوها كان بيوصل لها مسجات كتير، وكان حتى بتقرأ بوست ليها علاقة بالشماتة في وفاته من قبل بعض الناس يعني اللي بينتموا للتيارات الإسلامية. الكتاب عجبني جدا، أديله 10/10. كتاب مدهش، أنا عيطت وأنا بقراه، ضحكت وأنا بقراه، ابتسمت وأنا بقراه، فأرشح لكم الكتاب ده بشدة. وبس دي كانت حلقتنا النهاردة. تعبت. لو عندكم أي اقتراحات أو أي تعليقات يا ريت تسيبوا كومنت على البودكاست في البلاتفورم اللي انتوا بتسمعوه، ده هيساعد البودكاست ان هو ينتشر اكتر. ولو عجبكم البودكاست يا ريت تعملوا له شير في السوشيال ميديا، وتعملوا لايك للحلقات اللي عجبتكم. وشكرا، واشوفكم كمان اسبوعين. باي باي.